يعطيكم العافية. اليوم رح نعمل وصفة صدور الدجاج مع الأرز، وصفة كتير سهلة وسريعة ورح تعجبكم، ورح أعرض لكم طريقة العمل. في البداية رح أضع 3 ملاعق كبار من الزيت النباتي في طنجرة على النار، ورح أضيف بصل مقطع جوانح وأحركهم لمدة دقيقتين. وبعدين رح أضيف صدرين دجاج مقطعين ورح أحركهم لمدة 5 دقائق حتى يتغير لونهم. بعدين رح أضيف جزر مقطعة، ورح أضيف حبة فلفل خضراء قطعتهم مع حبة فلفل حمراء. رح أقلبهم على النار لمدة دقيقتين. وبعدين رح أضيف ملعقتين صغار من الملح، ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة، كمان ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود، وكمان برضه ملعقة صغيرة من الماجي البودرة. ورح أحركهم بشكل كويس، وبعدين رح أتركهم على النار هادية لمدة 10 دقائق حتى يستووا معي. وبعد 10 دقائق رح أضيف كوبين من الأرز المغسول والمنقوع، ورح أغمر الرز بالمي وبتركها على نار متوسطة حتى تغلي معي. وبعد ما غليت رح أغطيها على نار هادية لمدة 25 دقيقة. حتى يصير مثل ما انتو شايفين مستوي وكل حبة بحبتها. وهيك بنكون وصلنا لنهاية الوصفة. بتمنى انها تنال اعجابكم وتجربوها وتكتبوا لنا رأيكم فيها، وألف صحة وهنا.